صراع الآلام خلال رحلة الصمت، صراع دوى صوته فسمعنا بعضا منه، والحب الذي رأيناه والصوت الذي سمعناه صوت الآلام نخبركم به. تعالي يا بنت هنا، هضربك يعني هضربك. الحقني يا جدو، الحقني يا جدو، ماما عايزة تضربني. ايه بس في ايه؟ بتضربي مريم ليه؟ يا بابا البنت مش عايزة تنام وعندها الصبح مدرسة. ايوه لكن بالراحة مش بالضرب. يوه انا غلبت معاها وانت بتدلعها قوي قوي يا بابا. لازم تنام يعني لازم تنام. معلش سيبها لي انت دلوقتي وروحي شوف اللي وراكي. يوه اللي تشوفه يا بابا اهي عندك اهي. تعالي يا حبيبة جدو، تعالي كده جنبي وقوليلي مش عايزة تنامي ليه؟ لسه بدري، مش جايلي نوم دلوقتي يا جدو. لا الولاد الشطار تنام بدري وتصحى بدري، مش وراكي مدرسة الصبح. خلاص انام بس بشرط. وايه هو بقى الشرط يا ست؟ انا قبل ما انام تحكيلي حكاية كان يا مكان. خلاص يا لمضة اتفقنا. ها يا جدو، كان يا مكان. كان يا مكان، كان في زمان واحد فنان بيرسم بالريشة والألوان، وفي يوم دخل الكنيسة في أسبوع الآلام. وبعدين يا جدو؟ وبعدين نمبي أماني شاين آمين إمانوئيل بنوتي بن غورو صوت تيبون نمبي أماني شاين آمين باشو في سوس بخريستوس
باسوتير الأباثوت صوت اتيكو نمدي او نمبسمو نمدي أماي شاين آمين صوت اتيكو نمدي او نمبسمو نمدي أماي شاين آمين مانوئيل بن نوتي بن أورو صوت اتيكم نمدي او نمبسمو نمدي أماني شاين آمين باشوي سيسوس بخريستوس باسوتير ناباسوس صوت اتيكم نمدي او نمبسمو نمدي أماني شاين آمين. ابونا اسحاق يا ابونا اسحاق الحق يا ابونا. معقولة تقطعني واحنا بنصلي؟ في واحد داخل الكنيسه عمال يعيط وصوته عالي قوي. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. مالك يا ابني؟ مالك؟ الصليب. يا ابونا انا اتظلمت ورحت في داهيه بيت اتخرب. اهدى يا ابني بس اهدى واحكي لي، ولا اقول لك تعال ندخل جنب جرن المعموديه جوه عشان صوت الصلاه عالي، واغسل وشك كده. ها يا سيدي، اديك هديت وغسلت وشك وبقينا لوحدنا. ايه الحكايه بقى؟ يا ابونا قدسك عارف ان اخويا بيشتغل في التجاره، وبعدين خد من الناس 10,000 جنيه وانا ضمنته بشيك، وهو بعزق الفلوس والناس اشتكوني وهتحبس يا ابونا هتحبس. معلش يا ابني، ما هو برضه اخوك ولازم تسدد وراه. منين بس يا ابونا؟ ما قدسك عارف اللوح اللي انا برسمها بتتباع بالعافيه ويا دوب، وبعدين يا ريت كده وبس. في ايه تاني يا ابني؟ بصراحه يا ابونا لما جه الناس يطلبوني اكتر من مره وانا ما عنديش، قلقت والنوم طار من عيني. بعدين اخدت حبوب منومه لغايه ما ادمنتها. ليه كده بس يا ابني؟ ولاد ربنا لا يمكن يعيشوا عبيد لاي حد. اعمل ايه بس يا ابونا؟ القلق هيموتني وانا اتحطمت وربنا سابني. لا يا مفدي يا ابني، الله لا يترك اولاده. انا اتظلمت يا ابونا، واني طول عمري في حالي ما باذيش حد. حتى وانا صغير كنت بلعب لوحدي. طول عمري محدش كان بيحبني او يهتم بيا. يا ابني بص على الصليب، المسيح اتظلم ولم يفتح فاه. بس انا مش المسيح يا ابونا. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اتأمل يا ابني صليبه واحتماله، ده احنا في اسبوع الالام. يا ابونا مفيش فايدة من مشكلتي. انا عارف طول عمري ملياش قيمة، حتى لو ضعت محدش هيهمه كتير، ولا الدنيا حالها هتقف. لا يا مفدي، اسمع يا مفدي يا ابني، انا عندي حل لمشكلتك. حل ايه يا ابونا؟ اسمع، هو انت مش رسام؟ ايوه. خلاص، انت عارف ان الكنيسة جديدة واحنا بنشطبها. انت ترسم لنا 10 ايقونات، كل واحدة متر ب70 سنتي، عن مراحل حياة السيد المسيح على الارض: ميلاده، عماده، معجزاته، ألامه، صليبه، قيامته، صعوده، ومن حسابه تسدد ديونك. لا يا ابونا، انا مش عايز مساعدة. لا يا ابني، دي فلوس المسيح، وبعدين ده شغل مش مساعدة. وابتدي بأيقونة الصليب عشان نحطها في اسبوع الالام. يا ابونا مش هقدر امسك الفرشة، ايدي بترتعش، واي حاجة بعملها ما بتنفعش. لا يا مفدي يا ابني، حي هو الرب، اوعى الحزن يكسرك. قوم، ادي ايقونة الصليب والقيامة، وادي الكتب. اقرا، امل في الايقونة وهي تعلمك، وكبر الصورة دي، وارسم لوحة تنطق بآلام المخلص. واحنا هنعيش اسبوع الالام بالصلاة، وانت تعيشه مع الايقونة. تعال صلي لك التحليل. والبركات والعزة
يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح قوتي وتسبحتي هو الرب وصار لي خلاصا مقدسا لك القوة والمجد والبركات والعزة إلى الأبد آمين. وبعدين يا جدو مجدي روح البيت. أيوة، خد الصورة الصغيرة والكتب والفرشة وروح وقعد يرسم اللوحة. ها، نبتدي منين؟ ادي الايقونة الصغيرة وادي الفرشة وادي اللوحة. ياه، تفصيلات جسم المسيح دي صعبة قوي. عظم الصدر باين وعضلات الايدين مشدودة، الجسم تعبان قوي. لا 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 لا، مش هقدر. اتأمل في الأيقونة وهي تعلمك. يا رب يسوع ساعدني. الإكليل مغطي كل راس المسيح ودم جامد قوي نازل. كل القسوة دي بسبب مين؟ أنا يا مجدي، أنا. بص هنا فوق، بص فوق يا مجدي، بص جوه الأيقونة. أنا إكليل الشوك، نتيجة السقوط واللعنة. ازاي؟ اتأمل في الأيقونة وهي تعلمك. أيوة يا مجدي، لما آدم أخطأ ربنا قال له ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك الأرض وتأكل من عشب الحقل. أنا منبوذ ومليش قيمة. ما تقولش كده. لا، هو كده. طول عمري على جنب الطريق والغيطان ومحدش بيقرب مني لأني ماليش قيمة، وعشان كده بقيت أخاف من الناس. بس انت بتجرح الناس. أيوة، أنا قلت أبقى عنيف واللي يلمسنا أجرحه عشان أعمل لنفسي قيمة وانتقم من كل اللي أهملوني. وصممت كمان أتزرع في جنينة بيلاطس. جنينة قصر بيلاطس البنطي؟ أيوة. في يوم صحيت الفجر بدري على صوت عساكر وجنود رومان عدوا من قدامي. يا ترى كانوا رايحين على فين؟ كانوا داخلين دار الولاية ومعاهم واحد ما شفتوش كويس. بعدين سمعت صوت صرخات عالية وجلدات قوية على جسم بشري. جلدات ايه؟ وايه السبب؟ جلدات السياط على جسم المحكوم عليه. يحكيها لك الصوت نفسه. أيوة يا مفدي، أنا الصوت اللي جلدت المسيح. أنا أول واحد شاف المسيح ولمسته بعد المحاكمات، بعد ما صدر الأمر. باسم الإمبراطورية الرومانية وقيصر أمرت أنا الوالي بيلاطس البنطي أن يطلق سراح باراباس ويسلم يسوع الناصري ملك اليهود يجلد ويصلب. وسلموا لي الجلد 39 جلدة. أقول لك يا مفدي، احنا كنا بنتسابق أنا والصوت التاني مين فينا ينزل أقوى. 39 جلدة، كل جلدة 3 سيور، كل سير فيه بكرتين حديد أو معدن، يعني كل جلدة تنزل تعمل 6 جروح على جسم المسيح. هو انتم كنتم 1 ولا 2؟ كنا صوتين في ايد 2 حراس، واحد يمين والتاني شمال، والمخلص محني على عمود قصير قدامنا، واحنا كل واحد جلد على ظهره. السيور مصنوعة من ايه؟ من جلود التيران والدبايح والمحرقات عشان تكون قوية ومؤثرة. ده كان في ناس ساعات محكوم عليهم بيموتوا من الجلد وقسوته. ياه، ده انت افظع من اكليل الشوك. لا يا مفدي، انا كنت فعلا قاسي، لكن ما احتملتش اشوف جسد المخلص، فخدوه الجنود عند جنينة القصر، وبعدين هناك قابلت اكليل الشوك. أيوة يا مجدي، أنا سمعت صوت الجلدات وهي نازلة على ظهر المخلص. لدرجة كانت الخيل بتاعت الجنود بتتهز وتصل مع كل ضربة. وايه اللي حصل بعد كده يا اكليل الشوك؟
جابوه قدامي عند الحديقة، وأنا بين النباتات كنت ببص عليه بكل أشواكي، ولقيته راجل في سن ال30 والجنود محاوطينه قدموا له الإكرام. يقول على نفسه إنه ملك اليهود، يضربوه. غمضوا عليه جنب يا ملك اليهود، مرة وادي كمان الرداء الأرجواني بتاعي، حاجة كده تليق الملك. وهذه قصبة كمان دي علشان الصولجان. استنى أنا عارف هو في ملك من غير تاج. بس نجيب التاج منين؟ ايوه هات شويه الشوك ده. ايوه بالظبط كده، ضفرهم كده مع بعض. اي الشوك راح. امسك الشوك برداء. ايوه كده يبقى تاج ملك اليهود. ومسكني الجندي غصب عني وضم أطرافي وأشواكي وعمل لي تاج، ورفعني واحدة لغاية ما بقيت قدام وجه المحكوم عليه. ياه، وشفت ايه؟ اوصف لي يا اكليل الشوك. شفت وجه يسوع كشمس البر، عطر حموت من الطيب والمر، أبرع جمالا من الكل، وعيناه قوية كلهيب نار. وجه يسوع كشمس البر، وعطر حنوط من الطيب والمر، أبرع جمالا من الكل، والموج والريح تطيب الغار. وجه يسوع كشمس البر، وعطر حنوط من الطيب والمر، أبرع جمالا من الكل، والموج والريح تطيب الأرض. عيناه قوية كلهيب نار، طالع لاهوت باستمرار. عيناه قوية كلهيب نار، طالع لاهوت باستمرار. تكشف وتفحص الأسرار، تقلب ليل النفس نهار، تقلب ليل النفس نهار. فتك الأرض من الجليل، والشعر مسترسل طويل، صوته زي مياه السيل، قوي هادي عذب جميل. فتك الأرض من الجليل، والشعر مسترسل طويل، صوته زي مياه السيل، قوي هادي عذب جميل. قلبه كبير طويل الآلام، يطهر كل عصاوي زنا. قلبه كبير طويل الآلام، يطهر كل عصاوي. قوي قادر شافي خطاه، قلبي حلى فوق في سماء، قلبي حلى فوق في سماء.
أبرع جمالك لين الكل، والموج والرياح تطيع بالأمر، وجه يسوع كشمس البر، وعطر حنوط الطيب والمر. أبرع جمالك لين الكل، والموج والرياح تطيع بالأمر. دي أوصافه حلوة قوي. لكن فجأة رفعني الجندي وحطني فوق راسه، ونادى واحد من أتباعه وقال: يسوع يسوع. ساعتها بس عرفت إن يسوع الناصري. لكن أنا سمعت إن بيشيل خرافه على كتافه علشان بيحبهم، أما إن يشيلني أنا فوق راسه. وشعرت بإيه يا إكليل الشوك في اللحظات دي؟ ياه، حسيت بقيمة كبيرة قوي في المسيح. كان نفسي أنزل من على راسه وأسجد قدامه، وما عملتش كده ليه؟ جدي مجنون راح واخد قصبة وخبطني فوق راس المخلص، ودخلت أشواكي القاسية في راسه. الشعب القاسي. الشعب القاسي يا مفدي، الشعب القاسي يا مفدي. يمكن نكون احنا في قساوته أكتر، لكن أنا عرفت بعد كده إن هو اللي جه علشان يزيل اللعنة، لعنة الناموس. فكان لازم يشيل رمز اللعنة على الصليب لأجل كل البشر. انت يا إكليل الشوك عملت ايه بعد كده؟ مش المخلص بيها شوية وهو بينزف من جسده دم بسبب الجلدات، ومن راسه دم بسبب أشواك القاسية، لغاية ما وقف قدام باب النجار ومعاه الجنود، وخرج النجار وحمله على ظهر المخلص خشبة. خشبة؟ أيوة خشبة، أنا خشبة الصليب يا مفدي. وازاي وصلتي للمسيح واختاروكي؟ أنا كنت أنانية، مرضتش أدي ثمر، سنة ورا سنة صاحبي قطعني وباعني للنجار اللي تعب فيا قوي وركني على جنب، لحد ما في يوم في الفجر سمعت خبط على الباب. يا فيلوس يا فيلوس، اصحى يا نجار اصحى. ايوه خير، في ايه يا رب استر بس. في 2 هيتسلبوا وعملنا لهم خشب للصلب امبارح. ايوه خير، خشبة منهم باظت ولا حاجة؟ لا، في واحد تالت محكوم عليه وعايزين له خشبة صليب بسرعة والقصر مستعجل عليها. بس دي يا ابني هتاخد شغل كتير قوي. مش مهم، اي حاجة. اي حاجة. دي ولا دي؟ لا تعال انت. ايوه تعال انت. وراح واخدني النجار وقعد يصلح فيا غصب عني، وهو بيقول لهم: ومين المصلوب التالت ده؟ اكيد طبعا باراباس. ها؟ لا، ده واحد اسمه يسوع الناصري، انت تعرفه؟ الناصري؟ انا اعرفه طبعا، بس انا سمعت ان الراجل ده بيعمل معجزات كتيرة وبيشفي مرضى، بيقولوا عليه انه نبي. ويا ترى تهمته ايه الراجل ده؟ بيقولوا عليه انه هو ملك اليهود، ومفيش ملك غير قيصر. انت تعرفه ولا ايه؟ ايوه، يوسف النجار زميلي. انت تعرفه ولا ايه؟ لا ما اعرفوش طبعا. اعرفه ايه؟ انا ما اعرفوش، بس انا كنت اسمع عنه ان الراجل ده كويس خالص. هم قالوا مفيش حاجة عليه وكانوا يطلقوه، بس اطلقوا باراباس بداله. خلاص اسكت، احنا مش مسموح لينا بالكلام كتير. خلص وبعد ساعة نعدي عليك تكون جهزت الخشب. وفعلا يا مفتي بعد ساعة مروا على النجار وكان صاحبي جهزني، واتفتح الباب وحملوني على كتاف المخلص. عايز الحق يا مفتي، أول مرة في حياتي حد يصعب عليا. ربطوني على ظهره بالحبال وقع بيا على الأرض من حمل تقلي وأنا فوقه، وما كانش في حاجة بتحمي وشه من الأرض لغاية ما أوقفوا الرجل. انت مين؟ أنا؟ أيوة، تعال هنا. انت اسمك ايه؟ سمعان القيرواني. حكم ناصري. شيل الصليب يا سمعان. وانا ذنبي ايه؟ انا بقول لك شيل بسرعة. ياه، ده تقيل قوي. افسحوا الطريق. Dear God.
وصلنا لمكان الصلب ومددوني على الأرض عشان ينام عليا جسمي المصلوب ودقوا بالمسامير. بالظبط يا مجدي. جه جندي وكان معاه مسامير طويلة وبسرعة حط المسمار في معصم المخلص ونزل عليه بالمطرقة. ياه. والمخلص يصرخ ونصرخ والمسمار بيعدي فينا احنا الاتنين. ورفعوني لفوق. وشعرت بإيه ساعتها يا خشبة الصليب؟ شعرت بدوخة وكنت هقع من ايديهم لانهم ثبتوني في الارض باوتاد خشب وانا عدلت نفسي بسرعة. طوباك يا خشبة الصليب لانك حملت الحبيب. لا يا مجدي، هو اللي كان حاملني وحامل الكون كله بكلمة قدرته، لانه من الازل وفكر الخلاص في قلبه. ده المسيح اتألم قوي، آلام كتيرة ودم كتير محدش شافه غيري. ازاي يعني؟ لما اتجلد المسيح اتملى ظهره جروح والدم اتجلط. لما نزعوا عنه الطوب ورفعوه على الصليب الجروح اتجددت. ايوه لكن فين الدم الكتير بقى اللي محدش شافه غيرك يا خشبة الصليب؟ كل مرة يا مفدي المسيح كان بياخد نفسه بصعوبة على الصليب ويضطر يرفع جسده لفوق. وبعدين كل مرة يطلع بجسده وصدره وينزل، يطلع بجسده وصدره وينزل، ظهره يحك الجسم الخشن وتتفتح الجروح من جديد. ياه، دي فعلا آلام جديدة ودم جديد. وفي وسط آلامه دي كلها يا مجدي تفتكر كان رد فعله ايه؟ عارف يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. شفت يا مجدي، أنا كنت عايشة أنانية ولنفسي، هو بذل ذاته للي صلبوه لغاية الموت. علمني يا رب ازاي ابقى صليب البذل، صليب العطاء، صليب الحب، صليب الفداء. يا الصياد، الأكاليل، الخشبة، آلام رهيبة، المسمار. أيوة أنت يا مسمار، أنت بالذات لمست إيد ورجل المخلص. أكيد في عندك كلام كتير قوي. ايوه يا مفدي عندك حق، وعشان كده انا بالذات مكسوف ومش قادر ارفع وشي بعد ما جرحت الايد اللي حنت وعطفت وحضنت وسندت كل ضعيف وكل مريض ويائس. ويا ترى يا مسمار، ايه اكتر حاجة اثرت فيك وقت الصليب؟ اللص يا مفدي، اللص اللي سرق الملكوت لما صاحبه قال إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك وخلصنا. اسكت، هو أنت بتخافش من ربنا؟ أخاف ما يخلصنا.
أنا وأنت تحت الحكم، إحنا نستحق ده. مش مهم، ما هو عامل نفسه ملك. مش ملك، خلص نفسك وخلصنا. لا، هو ما عملش حاجة، لكن اذكرني يا رب، اذكرني يا قدوس، اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. أيها اللص الطوباوي، ماذا رأيت وماذا أبصرت حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد، ملك السماء وإله الكون. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا قدوس متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. الحق الحق أقول لك، قال الرب، أيها اللص أنك أنت اليوم تكون معي في فردوسي وترث ملكوتي. التلميذ أنكر واللص صرخ قائلا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا قدوس متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. طوباك أنت يا ديماس اللص، أكثر من كل من على الأرض، لأنك نلت وسيلة لم ينلها أحد قط. كل زمانك كنت لصا في غابات أورشليم، وبكلمة واحدة قلتها للرب،
أرسلك إلى الفردوس. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اذكرني يا قدوس متى جئت في ملكوتك. اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. ياه، ده انا متأثر قوي. طبعا يا مجدي، إذا كنت أنا المسمار لقلبي من حديد، قلبي داب فيا وأنا مغروس في الإيدين اللي فتحت عيون العميان وحضنت الأطفال. وأنا يا مجدي، أنا سببت آلام أنتم يا بشر ما تعرفوهاش. ألام إيه بس غير ألام الجروح؟ لما دخلت إيد المخلص حكيت في أعصاب إيديه، ودي تعمل ألم رهيب غير نزيف الدم والجروح. وعملت إيه يا مسمار؟ ما حاولتش تخفف ألام رب المجد ليه؟ أنا اتألمت وحاولت أنتحر. أيوة، أنط من إيدين المسيح المصلوب فوق لغاية الأرض وانتحر من قساوة البشر قدام حنية المخلص. وما عملتش كده ليه؟ عشان جسد المخلص ما يقعش من على الصليب. وكمان عشان حاجة تانية، كانت مفاجأة يا مجدي. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ المسيح هو اللي ثبتني في ايده بأمره على الصليب لغاية الآخر. ليه بقى؟ ده انت حتى في ايده سبب الألم. المسيح ثبت ايديه مفتوحة على الصليب عشان يقبل الجميع في جسده، الأمم واليهود، السماء والأرض، اللص والغني. كان فاتح أحضانه للكل يا مجدي، للكل يا مجدي. الكل؟ أيوة يا مجدي، الكل، المتكبر والمتواضع، البسيط والمعقد، البسيط والمعقد والفاسد، كل واحد محتاج لتطهير. أيوة يا مجدي، البسيط والمعقد، الفاسد، وكل واحد محتاج للتطهير. وانت مين؟ وايه الدم اللي عليكي ده؟ والمية دي؟ أنا السفنجة يا مجدي. صحيح أنا عبارة عن ألياف داخلة في بعضها وتركبتي من جوه معقدة، لكن في عيب. وإيه هو العيب ده؟ إني بتأثر باللي حواليا قوي، وبتشبع بأي حاجة حتى لو كانت غلط. وإيه العيب في كده؟ كلنا ساعات بنبقى كده. لا، أنا امتصيت من العالم حاجات كتير فاسدة، وبقيت محتاجة للتطهير من جوايا. وأكتر حاجة امتصتيها كانت إيه؟ كانت الخل على الصليب. الخل ولا المر الممزوج بالخل؟ أول الصليب عند الجلجسة قدموا خل ممزوج بالمر، لكن المخلص مرضيش يشرب. ليه؟ معرفش، لكن هي دي كانت عادة عشان تساعد المحكومين في تحمل آلام الصلب زي المخدر. وبعدين لما اتصلب المسيح جري واحد وملاني خل ورفعوني على قصبة من الزوفة. ليه؟ عشان أوصل لفم المخلص فوق على الصليب. ما تتخيلش يا مفدي، ما تتخيلش يا مفدي فرحتي وأنا في الرحلة من الأرض للسماء لغاية فم المخلص الطاهر. طبعا لا طبعا ايه، ده ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. وشعرت بإيه؟
كفاية نظرة واحدة منه يا مجدي. عمق البساطة، بساطة العمق، بدون مجهود يتسلل لقلبك، يدخل ويصلح كل التراكيب المعقدة جواك. وعلى رغم انه كان متسمر، لكني حسيت بصدره وذراعه بيحضني. ولما لمست فمه الطاهر، انا ما كنتش على الارض يا مفدي، انا كنت في السماء. انا لمست الفم يا مفدي اللي بكلمة منه اقام لعازر، بكلمة منه هدى الامواج وسكن الرياح. لما لمسته عرفت يا مفدي ان حلقه حلاوة وكل مشتهيات. عرفت ان كل كلامه روح وحياة. وايه اللي حصل بعد كده؟ احكيلي. لما لمسته يا مفدي انا اتغيرت. كل المرارة اللي فيا حولها الحلاوة. هو المسيح كده، بدل مرارة خطيتي يديني حلاوة عشرته. من هنا ورايح يا مفدي مش رح اسمح تاني ان تدخلني مرارة ولا خل. لازم اعيش نقية للي خلق. جددني يا يسوع وارويني من ماء ينبوع وامسح لي كل دموعي وخذني لك عروس وخذني لك عروس. قول معايا يا مجدي، قول. جددني يا يسوع وارويني من ماء ينبوع وامسح لي كل دموعي وخذني لك عروس وخذني لك عروس. وانا كمان مش هسمح للخطية تمرر حياتي. لو كان ده حال السفنجة اللي لمسته من بره، امال انا اقول ايه؟ انت مين؟ انا الحربة يا مجدي، انا الحربة اللي لمست جنب المخلص من جوه. الحربة؟ الحربة اللي دخلت جنب المخلص. ايوه، انا كنت زيكم كده يا مجدي. زينا؟ ازاي يعني؟ كنت قاسية ملوثة بدم ضحاياي وبتمتع بدمهم. ياه، لغاية ما جه اليوم اللي دخلت فيه جنب المخلص، جنب يسوع. ايوه، كل حاجة كانت ماشية زي العادة، وخرجت من ايد صاحبي أذهب كبرياء ووصلت لجنبه. طبعا كان الجسد مستسلم لأنه ميت. لا يا مجدي، قول كان في كامل إرادته، وكأنه هو اللي اداني الإذن بالدخول في جنبه. حتى أنا بكبرياء اتمديت. إزاي يعني؟ اتمديت لغاية ما لمست خشاء قلب المخلص من جوه. ياه، ايه النقاوة دي يا مجدي؟ طهارة وحب يكفي كل الناس. واكتشفت ايه كمان يا حربة؟ اكتشفت جوه اسامي ناس كتيرة قوي في قلبي: آدم، إبراهيم، سارة، بولس، باراباس، واسمك انت كمان يا مجدي. اسمي انا يا رب يسوع المسيح، بقى انا استاهل انك تذكرني يا رب. مين انا؟ مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب، افتكري يا نفسي، انا التراب، اياكي تنسي. ومش هتصدق يا مجدي. قول لي يا حربة، انا خلاص مصدق كل اللي هتقولهولي. قول لي. في قمة الحب ده لقيت حتى اسم صاحبي اللي رماني. ياه، ده حب اعظم من احتمالي.
أنا مش قادر أمسك دموعي. وانا كمان يا مجدي عملت زيك كده، ونزلت دموع تغسل خطاياي. دموع توبة طهرك. دموع توبة، ايوه، لكن اللي طهرني مية تانية. مية ايه؟ مية تفرح ودم يطهر. مية ودم من جنب المسيح نزل عشان يغسل ويطهر كل البشر على الصليب. ايوه انا فاكر يوم ما اتعمدت وخرجت من مية المعمودية فرحان نفس الفرحة دي. وفاكر يا مجدي كمان اول يوم انت اتناولت فيه. طبعا جسد ودم المخلص كانت اجمل بداية لحياتي. بس انا بقى كنت النهاية مش البداية يا مجدي. النهاية؟ ازاي؟ انا ضربني الجندي عشان يتأكد ان المسيح مات بالجسد على الصليب. ايوه انا قريت انه لما اخذ الخل قال قد اكمل. يا ابتاه في يديك استودع روحي. واسلم الروح ونكس الرأس. الذي جبل الأرض والسماء، اليوم علق على خشبة الذي صنع الشمس والضياء، اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض في الفضاء وبين الإنسان بريحة في قلبي. اليوم صلب المسيح الذي أعطى الكل من الوجود، اليوم صلب المسيح الذي فيه سر الخلود، اليوم صلب المسيح الذي أطلق سراح الجدود وابن الإنسان طعن في جنبه. اليوم طعن المخلص الذي صنع النجوم والأفلاك، اليوم طعن المخلص الذي خلص آدم من الهلاك، اليوم طعن المخلص الذي حمل لعنة الأسواد وابن داود دفن في قبره. وانا الحرب يا مجدي ما استحملتش ووقعت من جنبه على الارض. ايوه انا عرفت يا حرب، لما وقعت عليا انشق حجاب الهيكل وانا اتزلزلت. اتزلزلتي ليه؟ انت مين؟ انا الارض يا مجدي. الارض؟ انا الارض لما اغضب وزمجر تقولوا عليا زلزال.
ولما انفجر من الغضب تقولوا بركان. وانت اسمك ايه بقى؟ هضبة ولا سهل ولا سفح؟ لا، انا الجلجسة ومعنايا جمجمة. انا اول واحدة اتلعنت بسبب البشر. ايوه لما سقط ادم. انا اول الخليقة واكتر واحدة اتحملت العنات. دم هابيل، طوفان نوح. انا في كل حتة وفي كل التاريخ شايلة كل صراعات البشر. وايه اللي خلاكي تستحملي ده كله؟ انا كنت بتذمر، لكن كنت عايشة على الامل، مستنية اليوم اللي يرجع فيه ويشيل اللعنة عني بقى. مين؟ المسيح. كنت كل يوم اسأل الهضاب والتلال حواليا عني، لحد ما في يوم قالت لي الهضاب والتلال انه اتولد. ايوه اتولد، خلاص اتولد وهرب لارض مصر وسقط كل اوثانها. بس هو رجع تاني لما مات هيرودس. ايوه رجع وكبر وكرز، وكان ولاد التلال والهضاب بيحكوا لي انه بيقول يصنع خير. في يوم قرب مني سمعت صوت رجليه فرحت. وعرفت منين يا ارض؟ طريق الجلجثة اللي بيوصلني من اورشليم. قال لي المسيح جاي وهيلمس برجليه ترابي. ايوه بس ده الطريق اللي عدى فيه المسيح شايل صليبه. ده اللي انت شفته يا الشعب القاسي حملوا خشبة الصليب، مددوه على الخشبة فوقيه ورفعوه وعذبوه. الله ايه صوت الزلزلة دي؟ زلزلتي انا يا مجد. معقول الجبلة تحمل جبلها؟ انا ما استحملتش لما نكس رأسه، ما استحملتش، ومش انا لوحدي. امال مين كمان؟ الشمس ظلمت وحجاب الهيكل انشق، والمريمات على صوت بكائها، والريح غبت حوالينا. حاجة واحدة بس هي اللي هدتني. هي ايه؟ دم المسيح يا مجدي. دم المسيح مثال عليا وعلمني الشكر وخوفي على جسد إلهي اللي يقع. وعملتي ايه بعد ما هديتي؟ فتحت فمي في البستان وقبلت جسم المخلص يندفن فيا بعد التكفير. جوه القبر شفتي ايه؟ انا الوحيدة اللي اقدر اقول لك شفت نور بدل الضلمة، وريحة ذكية بدل ريحة الموت. شفت الأول مرة قدوس لم يرى جسده فسادا. الله يا أرض الجلجثة وبستان جثماني. لسه يا مجدي، لسه اللي جاي كان أروع بكتير. قول يا أرض، أنا اشتقت. إيه اللي حصل؟ اللي جاي كان وملايكة وجسد المخلص بيقوم ويكسر شوكة الموت، وزلزلة قوية بس إنه بادي من النص، وأنا تحتهم بهلل في نور. ياه، أنا سامع يا أرض، سامع صوت القيامة في وداني، وشايف شخص المخلص بعيني قايم وهرسم يا أرض. أنا محتار، أكمل في آلام الصليب ولا أرسم أيقونة القيامة الأول. نفسي أعبر عن نصرة القيامة، نصرة المخلص على الموت، نصرة المخلص على الشيطان، على الآلام، على الجحيم. ونفسي أكمل الصليب، لأن من غيره مفيش قيامة. ياه، ده أنا سرحت جامد قوي. ألو؟ اتأخرت ليه يا مفدي؟ عملت ايه؟ عملت كتير قوي يا ابونا. انا جالي اخوك وكلمت له الناس. صحيح يا ابونا؟ ايوه، وهم هيصبروا عليه وهيسدد من شغله بعد ما يقف على رجليه. شكرا قوي يا ابونا. وعملت ايه يا مفدي؟ النهارده يوم سبت الفرح، ولسه ايقونتين، الصليب والقيامة ما جوش. خلاص يا ابونا، انا قدامي ساعتين واخلص ايقونة القيامة، بس لسه ما كملتش ايقونة الصليب. مش مهم يا مفدي، خلص ايقونة القيامة عشان نعمل دورة القيامة بيها بالليل،
خلي بالك سيدنا هيكون موجود، عايز الأيقونة تعجبه. خلاص يا ابونا، ميعادنا الساعة 7. الساعة 7 بالظبط هكون عند قدسك. ها، وراح يا جدو الكنيسة؟ أيوة يا مريم، راح وأخد أيقونة القيامة معاه. ولحقهم يا جدو؟ أيوة، لحقهم قبل تمثيلية القيامة، والأيقونة عجبت سيدنا قوي. وبعدين يا جدو؟ وقف مفدي على جنب، وقف جنب المسبح يتأمل في الأيقونة، وسيدنا والكهنة بيعملوا تمثيلية القيامة، دموعه نازلة لوحدها على خدوده.
عتيقا. افتحوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية. افتحوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية. أيها الملوك أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ليدخل مالك المال. من هو مالك المال؟ الرب العزيز القوي الجبار القاهر في الحروب، هو مالك المال. الله، حلوة قوي يا جدو تمثيلية القيامة. وبعدين ايه اللي حصل؟ مفدي حضر قداس القيامة وتناول وخرج إنسان جديد. جديد ازاي يعني؟ مفدي عاش حياته بعد كده يقرأ الإنجيل وما يرسمش غير صور مراحل حياة المسيح على الأرض لكل الناس زي ما رواها الإنجيل. ياه، جميلة قوي الحكاية دي يا جدو. الله، ايه الدموع اللي في عينيك دي يا جدو؟ دموع ايه بس يا مريم؟ جدو، مش انت اسمك مجدي يا جدو؟ يا شقية. وكمان المرسم بتاعك يا جدو مليان بصور بابا يسوع. ايوه يا مريم. مش ننام بقى؟ يلا بلاش غلبة. قلنا ايه؟ تصبح على خير يا جدو، يا جدو مجدي، يا فنان. تصبحي على خير يا حبيبي جدو.
عليه